لو مش عارف تلم الفيزياء ومش عارف ازاي تلم المنهج بتاعها وكبير وصعب ومسائل كتيرة مش عارف تحلها، هقولك النهارده الحل عندي. اهم حاجة تكمل الفيديو للاخر وما تفوتش فيه ولا لحظة. حط لايك في اول الفيديو واشترك معانا في القناة عشان تشوف الفيديوهات الجاية كلها عشان هتعجبك، وكمل الفيديو معانا للاخر. اهلا بيكم، وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده انا جايلكم في فيديو جديد. حطوا لايك في اول الفيديو واشتركوا معانا في القناه لو لسه مش مشتركين، وتعالوا يلا بينا نبدا الفيديو. زي ما انا قلت لكم، الفيديو بتاعنا النهارده هيكون عن الفيزياء، وهقول لكم بقى انا ازاي لميت الفيزياء وظبطت الماده خالص بقيت ضمنها الحمد لله الحمد لله. يعني بما ان هي ماده كبيره وصعبه وبرده فيها شويه مسائل وافكار وكده فاهمين، فالنهارده انا جايلكم بالحل عشان اي حد بيشتكي من الفيزياء. الفيديو ده ليه ان شاء الله النهارده هيفيدكم جدا جدا جدا، وهقول لكم تجربتي الشخصيه وروتيني في مذاكره الفيزياء وازاي لميت الماده في حاجه بسيطه جدا يعني. تابعوا معايا الفيديو بقى وشوفوا لاخره. اول حاجه انا هنا كنت بجهز الحاجات اللي انا هستخدمها، جبت اقلام والوان عشان انا بحب وانا بذاكر الفيزياء، عشان هي احبب نفسي فيها قوي يعني. بستخدم لها الوان وحاجات كده وبلخصها علشان اذاكر من التلخيصات اللي انا بعملها لنفسي دي، عشان بتفيدني جدا بصراحه. المهم انا بقى بدات ان انا جبت الفيديو من على التابلت علشان هتفرج عليه. طبعا انا بتفرج على اليوتيوب عادي جدا، وانا قايله لكم على موقع الخطط التعليميه بتفرج عليه بالنسبه كمان لمذاكره الفيزياء. وطبعا هو المنهج مش كامل عليها، بس انا لما المنهج مثلا خلص معايا رحت جبت قناه هنذاكر اونلاين اللي فيها برضو فيديوهات حلوه جدا جدا جدا. فالمهم خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي. انا بقى كنت جايبه المذكره، بفتح على الصفحه اللي احنا فيها دلوقتي اللي احنا بنشرح فيها، عشان لو في حاجه زياده مثلا في المذكره برضو اكون واخده بالي منها. وكنت بلخص بقى بكتب الحاجات المهمه بس في الكشكول، علشان طبعا مذاكرتي هتبقى من الكشكول بعد كده، مش كل بقى اما اجي اراجع الفيزياء هراجع من الفيديوهات، ما هو الفيديو بيبقى طويل. فانا بعمل ملخص لنفسي عشان مش هذاكر من المذكره ولا هذاكر من حاجه، انا هذاكر من هنا من الكشكول اللي انا بعمله لنفسي. وعشان كده انا بكتب فيه امثله وبكتب فيه القوانين، لو بكتب فيه اي حاجات مهمه. ولو هحل بقى هيبقى من كتاب او من مذكره، فاهمين قصدي اكيد. المهم فانا عايزه اقول لكم ان انا بحبب نفسي جدا في مذاكره الفيزياء، بان انا بقعد اكتب ملخصات واستخدم الوان حلوه كده بتساعدني على ان انا افهم. ولما باجي اذاكر الالوان دي بتشدني جدا على ان انا اركز في الحاجات المهمه بس، فاهمين قصدي. فانا بنصحكم كلكم اي حد مراكم عليه اي حاجه في الفيزياء، الفيزياء هتتلم بسهوله. يعني مثلا لو عملت الفيزياء يومين بس كده وقعدت تلمها، الموضوع مش صعب. الفيزياء مش مستحيله يعني، ومش حاجه تخوف للدرجه دي. احنا كلنا بس نبقى مفهمين نفسنا كده، بس بجد تقدر ان انت تلمها بسهوله لو عملت زي ما انا عملت كده بالظبط. لو في حد بقى منكم بيتفرج دلوقتي على الفيديو وعنده ماده متراكمه عليه ولسه ما ذاكرهاش ومش عارف يبدا فيها ويراجع، طبعا انا حاولت على قد ما اقدر ان انا اشجعكم في الفيديو ده، من ان انا اصور لكم وانا بذاكر وبلخص وبراجع وكل الكلام ده. عايزاكم انتوا كمان تجيبوا الماده المتراكمه عليكم وابداوا فيها وربنا يوفقكم يا رب. عايزه اقول لكم بقى ان انا هسيب لكم لينكات الفيديوهات كلها اللي انا اتفرجت عليها بالنسبه لتانية ثانوي، عشان لو اي حد محتاجها وعايز يشوفها هسيب لكم اللينكات بتاعتها كلها موجوده في الديسكربشن بوكس. وكمان التلخيصات اللي انا عملتها دي هتلاقوها موجوده على المنتدى، عشان لو اي حد محتاجها هيلاقيها على طول. بالنسبه لايه تاني بقى، بالنسبه للفيزياء والمسائل والكلام ده، حاولوا ان انتوا تحلوا مسائل كتير. انا عارفه المسائل ساعات ممكن تبقى صعبه في الاول، وانا برضو لقيت مسائل صعبه وكده، بس انا حاولت ان انا افهمها واشوف الفكره منها ايه لحد ما فهمت كذا مساله. فخلاص بقيت عارفه ان انا احل، فاهمين قصدي. فعايزاكم تحلوا مسائل كتير في الفيزياء. ممكن تحلي من على المذكره بتاعتك او من الكتاب او من اي حاجه. المهم فحاولوا تدربوا نفسكم على مسائل كتير. يعني الفكره الموضوع كله ان انت تكوني بتعرفي تحلي مسائل كتير وكذا فكره من المساله الواحده. بس برضو عايزه اقول لكم ان انا لما بذاكر الفيزياء دي او رياضه، المادتين دول بالذات ما بحبش فيه دوشه جنبي نهائي خالص. يعني انا بذاكر كده مش عايزه اي صوت جنبي، فحاولوا تذاكروها برضو في وقت يكون هادي ما فيش حد جنبكم، عشان هتسيب المسائل الفيزياء تقومي تعملي حاجه. طب ازاي؟ فاهمين قصدي. فاهم حاجه خالص في الدنيا انت تذاكري في مكان هادي لوحدك كده، وممكن تعملي حاجه كده مثلا بتحبيها، نسكافيه ولا حاجه وانت قاعده بتذاكري. هنا بقى ماما لقيت ان انا قاعده بذاكر ومشغوله وكده، فعملت لي كيكه علشان يعني حاجه اكلها وانا بذاكر وكده. فحاولوا برضو مش تعملوا كده، من اللي هو ما تخلوش نفسكم مركزين قوي قوي هتموتوا من التركيز وكده. لا قوموا اعملوا حاجه تشربوها، قوموا اعملوا حاجه تاكلوها، فاهمين. فانا بصراحه يعني بحب ان انا اعمل كده عشان اخلي كل حاجه جنبي، عشان ما اقومش اجيب واعطل نفسي بقى واقعد اعمل اي حاجه تانية تشغلني وكده. اكيد فاهمين قصدي. المهم بقى فانا عايزاكم كلكم تكتبوا لي في الكومنتات زي ما احنا متعودين في كل فيديو بسالكم السؤال ده، قولوا لي خلصتوا ماده ايه في المراجعه، عشان احنا عايزين نكون بنراجع مع بعض وبنشجع بعض. فاكتبوا لي خلصتوا ماده ايه في المراجعه. انا بالنسبه لي كده خلصت الرياضه والفيزياء. والفيديو الجاي بقى زي ما انا متفقه معاكم ان احنا بنعمل سلسله لفيديوهات المواد كلها هنراجعها مع بعض، ففي كل فيديو هنلم ماده معينه وهنراجعها. فعايزاكم تخمنوا بقى الفيديو الجاي هنكون عن ماده ايه. طبعا انا وعدتكم ان احنا نعمل الفيديوهات كلها
للمواد بتاعتي كلها اللي انا عملتها في الجدول، هتنزل لكم فيديوهات كلها. يا رب تعجبكم. المهم بقى عايزاكم تخمنوا زي ما قلت لكم الفيديو الجاي هيكون عن ماده ايه. وقولوا لي بقى خلصتوا مواد ايه في المراجعه ولسه فاضل لكم ايه وكده، عايزين نتكلم مع بعض اكتر ونكون متواصلين مع بعض. وصلت لحد هنا في الفيديو ولسه ما عملتوش اللايك، مستنيين ايه؟ انزلوا دلوقتي اعملوا لايك للفيديو ده عشان تشجعوني ان انا انزل لكم فيديوهات تانية. وطبعا زي ما احنا متعودين ان انا بسيب لكم، زي ما قلت لكم ان انا هسيب لكم التلخيصات دي كلها على المنتدى. وعايزاكم اهم حاجه تكونوا عاملين سبسكرايب للقناه عشان تشوفوا فيديوهاتي كلها الجايه، واعملوا الجرس، فعلوا الجرس عشان يجيلكم اشعار اول ما انزل الفيديو على طول. وعايزاكم بقى تشيروا الفيديو ده مع كل اصحابكم اللي مش بيحبوا الفيزياء او مثلا مش عارفين يلموا الفيزياء. عايزاكم تشيروا الفيديو ده كله مع اصحابكم كلهم علشان تاخدوا ثواب طبعا ان في حد استفاد منكم، وكمان عشان كل الناس تشوف الفيديو. وانا بحبكم جدا جدا. عايزاكم كمان تقولوا لي في الكومنتات ايه الماده اللي مش حابينها ولسه مش عارفين تراجعوها وكده. انا برضه على كل الكومنتات زي ما انتم عارفين. وبجد انا بحبكم جدا 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 جدا. بصوا بقى، في موضوع كنت عايزه اقول لكم عليه. في ناس كتير جدا بتبعت لي رسائل وبتقول ان هي مش عارفه تذاكر وملهاش نفس تذاكر ونفسها مقفوله من المذاكره جدا والكلام ده كله. وانا برد عليهم والله، بس برضو لازم ارد في الفيديو. عايزه اقول لكم يا جماعه، المذاكره مش بالنفس، لازم تجبري نفسك على المذاكره لان ده هدفك دلوقتي، ده مستقبلك وانت اللي بتبنيه. فحاولوا تجبروا نفسكم اكتر على المذاكره، لان الوقت اللي احنا فيه دلوقتي ده محتاج ان انت تبني مستقبلك فيه. فحتى لو مالكيش نفس تذاكري وزهقانه ونفسك وحشه وكل حاجه، اتفرجي على فيديو يشجعك على المذاكره زي مثلا الفيديو ده. وطبعا عندنا فيديوهات كتير جدا جدا موجوده في القناه، اللي هي تحفيز للدراسه وتشجيعات والكلام ده كله. شوفي عبارات تحفيزيه واكتبيها قدامك على المكتب او في المكان اللي انت بتقعدي فيه كتير، هيشجعك لحلمك. اكتبي هدفك قدامك، حطيه قدامك عشان كل لما تحسي ان انت مش قادره تكملي تشوفي هدفك تقومي تكملي على طول. كل الناس على فكره الناجحه بتعمل كده، بتكتب هدفها قدامها وتشوف بقى ايه اللي المفروض تعمله عشان توصل لهدفها ده عشان تحققه. فبجد انا بشجعكم كلكم من كل فيديوهاتي، بحاول ان انا اخليكم تطلعوا من الفيديو باي فايده، حتى لو حاجه صغيره جدا. بحاول ان انا كل فيديو اشجعكم فيه، اديكم طاقه ايجابيه تقوموا ان انتوا تكملوا، لان كلنا بنكون محتاجين فعلا الطاقه الايجابيه ديت. فانا محتاجاها وانتم محتاجينها، كلنا محتاجين الطاقه الايجابيه دي. عايزه اعرف بقى لو في حد بيحب التلخيص زي كده وبيحب ان هو يلخص بالوان ويستخدم الوان وكده. عايزه اقول لكم كمان المذاكره عشان ما تنسوهاش، ذاكروا بالكتابه. بجد النصيحه ديت انا طبقتها من الاعدادي ولسه مستمره فيها، يعني ان انا بذاكر عن طريق الكتابه، بكتب كتير وانا بذاكر، بشرح لنفسي بصوت عالي. اي حاجه معلومه انا بكتبها كاني مثلا مدرس واقف يشرح على السبوره، فاهمين قصدي؟ المهم هنا انا كنت بوريكم التلخيصات اللي انا عملتها، بصراحه شكلها حلو جدا. يعني انت لو تفتحي كده الكشكول بتاعك او السكتش او اي حاجه بتذاكري منه تشوفي التلخيصات كده تفتح نفسك اصلا على المذاكره. المهم دلوقتي اخدت بريك شويه عشان حسيت ان انا دماغي فصلت شويه. بصراحه لازم اخد بريك كل شويه عشان ارتاح من المذاكره، وكمان في نفس الوقت التابلت كان عايز يشحن. فقمت بقى حطيته على الشاحن وقفلت الكشاكيل والكراسي. خلاص مش هبص على المذاكره دلوقتي خالص، انا دلوقتي في بريك هعمل فيه اي حاجه تانية تفصلني عن المذاكره. فاخدت 10 دقايق كده بريك، وبعد كده هرجع تاني واكمل. بس مهم ان انا اخلي شكل المكتب حلو عشان مش بعد ما اذاكر كده ابوظ شكل المكتب وكده. فلا، برجع تاني كل حاجه مكانها عشان اخلي شكل المكتب حلو، وبعدين هرجع تاني اكمل المذاكره وتشوفوا بقى بعد ما رجعت. ودلوقتي خلاص ال10 دقايق بتوع البريك خلصوا، ورجعت تاني جبت الفيديو اللي انا هتفرج عليه واللي انا كنت هكمله. يعني كنت شفت يعني انا كنت لسه هكمله. المهم يعني كنت شحنت التابلت وجهزت كل حاجه تاني، وخلاص بقى هسمع الحصه واكملها علشان الم المنهج كله بتاع الفيزياء. عايزه اقول لكم طبعا ان انا ما لميتش المنهج كله معاكم في الفيديو ده. لو عايزين يعني جزء تاني ينزل لكم قولوا لي، بس انا ما حبيتش اخلي الفيديو طويل عليكم. فقولوا لي لو عايزين الجزء التاني بقى وانا بذاكر الفيزياء وكده، عرفوني في الكومنتات. انا ذاكرت معاكم بس جزء بسيط جدا علشان اعرف اركز، وفي نفس الوقت علشان ما اطولش عليكم الفيديو. فبس انا قعدت بقى اكتب الحاجات المهمه، ولو في اي تلخيصات او حاجه برضو كنت بكملها لسه وبكتبها وكده. بصراحه انا اتبسطت جدا لما انا لميت الفيزياء ولخصتها. طبعا انا ما لخصتش كل المنهج، بس لسه في جزء هتفرج عليه وهلخصه. بس برضو لو حابين قولوا لي هنزلها لكم على طول. المهم بقى ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم يا رب، ولو استفدتوا منه حتى لو حاجه بسيطه اكتبوا لي في الكومنتات، وحطوا لايك للفيديو ده، واشتركوا معانا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد انا بنزله. بس كده، واستنوني في الفيديو الجاي.